في وجع بيكسر القلب أكتر من الخيانة، وجع بيمحي العشرة وبيهدم السنين، وهو نسيان الجميل. تخيل كده إنك تعيش مع حد وتديله كل اللي تقدر عليه، وقتك، جهدك، مشاعرك، تسهر ليلك عشان حد، تفرح لفرحه وتحزن لحزنه، وفي لحظة الشخص ده ما يفتكرلكش أي حاجة، ينسى مواقفك معاه، ينسى وقفتك، ينسى كل حاجة ضحيت بيها عشان خاطره، ويعاملك كأنك عمرك ما كنت في حياته. النسيان ده عمره ما بيكون نسيان عادي، ده نسيان بيوجع في الروح. الحاجة عفاف كانت ست بسيطة جدا، فربت ابن اخوها بعد ما ابوه وامه توفوا. اتعاملت معاه كانه ابنها بالظبط، صرفت عليه من فلوسها وكانت بتراعيه وبتاخد بالها منه كانه ابنها بالظبط. وقفت جنبه زي امه واكتر، في تعبه كانت بتشيله، في اكله كانت بتشيله، في غسيل هدومه كانت بتشيله، ما كانتش بتسيب اي حاجه الا ما تعملها له. كانت واقفه في ظهره وفضلت معاه في كل خطوه في حياته من وهو صغير لحد ما كبر ونجح. وفي لحظة نسي كل اللي هي عملته معاه، نسي اللي حضنته وهو صغير، نسي اللي كانت بتدعي له وهي ساجدة، نسي اللي أكلته من لقمتها. بقى يبص عليها إنها واحدة غريبة وقديمة كانت في مرحلة معينة في حياته. وفي يوم وهي تعبانة جدا راحت له وقالت له: يا ابني أنا مش عايزة منك حاجة، لا عايزة فلوس ولا عايزة تساعدني في حاجة، أنا كل اللي عايزاه منك أسمع منك كلمة حنينة، ومش عايز أحس إن تعب اللي تعبته عشانك كله راح هدر. بص لها وقال لها كلمة كسرت قلبها: انا عملت نفسي بنفسي، وكل النجاحات اللي وصلت لها دي انا اللي وصلت نفسي ليها، ومليش فضل عند حد. الحاجة عفاف ماتت بالكسرة مش بالمرض، لكن من وجع نسيان الجميل. المشكلة هنا نسيان الجميل يا جماعة مش بس قسوة، ده جحود. انك تتجاهل الشخص اللي وقف جنبك ووقف معاك في شدتك، اللي ساندك لما وقعت، اللي مسك ايدك وانت تايه. ده مش نسيان، ده طمس للحقيقة. للأسف احنا في مجتمع بنشوف فيه الحاجات دي بقت عادي جدا، وبنشوف ناس كتيرة جدا بتفتكر ان النجاح من صنع ايديهم هو بس، وبننسى ان في ناس حطت حتى ولو طوبة في بناك لطريق نجاحك. وبننسى برضو ان في ناس ممكن تكون ساعدتك بدعوة، عملت حاجة معاك وانت مش واخد بالك، بس الحاجة دي ليها أثر كبير جدا على اللي انت وصلت له. طيب هو اللي بيعيش بالشكل دوت بيأثر على اللي قدامه ازاي؟ نسيان الجميل بيكسر جدا النفوس، بيخلي الناس الطيبة تفقد ثقتها جدا في نفسها، بيزرع جفا بين القلوب، وبيقتل الرحمة بين البشر، بيخليك تعيش وهم ان انت لوحدك في الدنيا ومش محتاج لحد، فتلاقي نفسك وحيد فعلا. والأسوأ انه بينتزع بركة ربنا من حياتك، لان ربنا نفسه بيمنع الجحود. طيب حل المشكلة دي ايه؟ حط جواك ان مفيش نجاح فردي، كل اللي في حياتك ليك، اب، ام، اخ، صاحب، اي حد بتتعرض له في حياتك لموقف بسيط، يا اما هيسيب علامه معاك يا اما هيسيب رساله ليك. خليك شاكر، لما بتشكر ده ما بينقصش منك، بالعكس ده بيرفع قيمتك. رد الجميل مش بمال ولا بانك تجيب هديه كبيره جدا، رد الجميل ممكن يكون في كلمه طيبه او حسنه، والاهم انك تكون وفي لاي حد بيعمل لك خير. الوفاء عمره ما كان رفاهيه، الوفاء قمه الانسانيه. طيب خلاصة الحلقة دي كلها ايه؟ نسيان الجميل مرض بيموت الضمير، واللي بينسى الجميل عمره ما هيعرف قيمة النعمة. وافتكروا دايما ان الناس اللي وقفت جنبكم ده رزق من ربنا، ان هو وقعه في حياتك عشان تكون على اللي انت فيه دلوقتي. ربنا في كتابه الكريم بيقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انا عبد الله مصطفى، وبساعدك بخطوات عملية وبسيطة انك تعيش حياتك بشكل اسهل وتركيز اكبر. سلام.